السلام عليكم. كارلو أنشيلوتي الراعي الرسمي لجلطات مشجعين نادي ريال مدريد. خسارة نادي ريال مدريد أمام نادي إسبانيول ما بتحملها إلا شخص واحد اللي هو كارلو أنشيلوتي. طول عمري بدافع عن كارلو أنشيلوتي، بدافع عن ألقابه، عن إنجازاته، عن تاريخه مع نادي ريال مدريد، لكن اللي صار في مباراة ريال مدريد وإسبانيول ما بتحمل نتيجته إلا شخص واحد اللي هو كارلو أنشيلوتي. انت بتلعب امام فريق فقط قاعد بدافع وبحاول انه يحافظ على نظافة شباكه. نسبة السيطرة خلال الشوط الاول وصلت ل 75% لنادي ريال مدريد، لكن الاستحواذ والسيطرة كانت سلبية. ما شفنا فرص حقيقية لنادي ريال مدريد إذا ما استثنينا الهدف الملغي لفينيسيوس، وبرضه كان في كرة ثانية ممكن إنه نادي ريال مدريد يسجل منها هدف. لكن حلول على مستوى خط الوسط في صناعة اللعب، أيضا حلول فردية على مستوى خط الهجوم، هذا الحكي ما شفناه نهائيا. لذلك أنا بشوف إنه نادي ريال مدريد استحق الخسارة بفضل غباء كارلو أنشيلوتي وعدم قدرته على تسيير المباراة بطريقة صحيحة. في أشياء كثيرة شفناها في المباراة راح نحكي عنها خلال الحلقة. ليش نادي ريال مدريد خسر أمام نادي إسبانيول؟ وبما أنه أنشيلوتي الراعي الرسمي لجلطات مشجعين نادي ريال مدريد، انزل اضرب اللايك الحلو للفيديو واشترك بالقناة إذا مش مشترك بالقناة. وشو خلينا نبلش الحلقة. وأنا بشوف أنه خسارة نادي ريال مدريد أمام نادي إسبانيول إلها انعكاسات سلبية كثير. مبدئيا كان نادي ريال مدريد عنده فرصة أنه يهرب بالصدارة. لو فاز على إسبانيول راح يحافظ على فرق النقاط ما بينه وما بين نادي أتلتيكو مدريد اللي هم 4 نقاط، وبرضه راح يحافظ على الفرق اللي بينه وبين برشلونة 7 نقاط في حال فوز نادي برشلونة في مباراته. وبرضه في حال فوز نادي ريال مدريد على أتلتيكو مدريد الأسبوع القادم، فهذا الحكي بيعني كان إنه نادي ريال مدريد راح يوسع الفارق إلى 7 نقاط مع ثاني الترتيب على مستوى الليغا، وممكن في حال تعثر برشلونة إنه يوسع الفارق إلى 9 نقاط أو إلى 10 نقاط. لكن الموضوع انقلب بشكل عكسي الآن. كيف؟ أنا راح أقول لك. مبدئيا نادي ريال مدريد الأسبوع القادم أمام نادي أتلتيكو مدريد إذا خسر، فهذا الحكي بيعني إنه راح يفقد صدارة الليغا، وراح يكون نادي أتلتيكو مدريد متصدر على نادي ريال مدريد بفارق نقطتين. وبرضه في حال فوز نادي برشلونة في المباراتين القادمتين، فهذا الحكي بيعني انه الفارق ما بين ريال مدريد وبرشلونة راح يتقلص الى نقطة واحدة. هذا الحكي كلياته برضه ممكن ينعكس بشكل كبير على مباراة دوري الابطال يوم الثلاثاء القادم امام نادي مانشستر سيتي. فخسارة نادي ريال مدريد امام نادي إسبانيول قد تكون بداية الانهيار خلال هذا الموسم. في بعض المباريات بتخسر فيها 3 نقاط فقط، لكن في مباراة بتخسر 3 نقاط وبتخسر أيضا الفريق بشكل عام على مستوى الموسم ككل. فبالتالي خسارة نادي ريال مدريد أمام إسبانيول هذا الحكي ممكن يأثر بشكل كبير على مسيرة النادي في الليغا، وبرضه أمام نادي مانشستر سيتي على مستوى دوري أبطال أوروبا. وخلينا هسه نحكي عن سبب خسارة نادي ريال مدريد أمام نادي إسبانيول. هل فعليا نادي إسبانيول كان فريق قوي هجوميا وبشكل خطورة على مرمى نادي ريال مدريد؟ لا. طيب كيف فاز نادي إسبانيول على نادي ريال مدريد؟ الفريق بالأساس داخل المباراة على نظام التكتل الدفاعي، بيلعب بطريقة دفاعية ممتازة، ما خلى مساحات للاعبين نادي ريال مدريد، وبرضه ما أوجد أي ثغرة في دفاعه. وهذا وضع طبيعي ومن حق نادي إسبانيول إنه يلعب بهاي الطريقة. ليش؟ لأنه الفريق بيعاني على مستوى النتائج، وبرضه في مكان أصلا ممكن إنه يهبط للدرجة الثانية، فبالتالي هو بيحاول إنه يحصل على نقطة أمام نادي ريال مدريد من خلال تكتله الدفاعي. فأنا بشوف إنه نادي إسبانيول لعب بالطريقة الصحيحة، لكن هل بالمقابل نادي ريال مدريد
أنشيلوتي لعبوا بالطريقة الصحيحة، بأنك فعليا تكون قادر على صناعة اللعب بطريقة جيدة. المهاجمين يحاولوا يسجلوا هدف خلال الشوط الأول عشان تفك التكتل الدفاعي لنادي إسبانيول؟ لا. برضو حتى تعامل أنشيلوتي مع المباراة في التبديلات برضو كان سيء جدا، وساهم بشكل كبير انه نادي اسبانيول يفوز على نادي ريال مدريد. مبدئيا مجاملة النجوم، هون بنحكي عن بيلينغهام، عن فينيسيوس. مين شاف فينيسيوس امام نادي اسبانيول باستثناء اللقطة اللي سجل فيها الهدف، وفي لقطة استعرض فيها. بيلينغهام كذلك الامر كان سيء جدا، كان في عنده اكثر من فرصة انه يسدد ويسجل هدف في مرمى اسبانيول، لكن كان يتصرف مع الكرة بطريقة غريبة جدا، ما كان بيومه. لذلك انا بشوف انه فينيسيوس بيلينغهام المفروض على الدقيقة 60 يتم استبدالهم. برضو أنشيلوتي وتبديلات أنشيلوتي، إذا بتطلع على التبديلات أول تبديل عمله في الدقيقة 80. طيب أنت النتيجة 0-0، أنت بحاجة للفوز، هل من المعقول كنت أنت مقتنع بنتيجة التعادل عشان هيك عملت تبديلك الأول في الدقيقة 80 والتبديل الثاني عمله في الدقيقة 87؟ أدخل مودريتش وبعدين أدخل إبراهيم دياز. هل من المعقول انه أنشيلوتي يتعامل مع نتيجة 0-0 في انه يجري التبديل الاول له في الدقيقة 80 والتبديل الثاني في الدقيقة 87؟ وانا بشوف انه يمكن حتى التبديل الثاني كان بعد ما اتأخر نادي ريال مدريد بهدف امام نادي اسبانيول، وكان ممكن انه يكتفي بتبديل مودريتش، لانه انا بشوف انه نزول ابراهيم دياز في الدقيقة 87 هي مجاملة، وهي عملت تبديل لكن مش اشي تكتيكي. أبرز ما يميز كارلو أنشيلوتي في السنوات السابقة، وكنت أدافع عن هذا الحكي وأدافع فيه عن أنشيلوتي، أنه كان يتعامل مع المباراة أثناء المباراة بطريقة صحيحة. كان يكون خسران، كان فعليا ما يكون عنده حلول على مستوى خط الوسط، يعمل تبديلين 3 يقلب النتيجة ويقلب الطاولة على الخصم. لكن الموسم الحالي ولا مرة شفت كارلو أنشيلوتي عمل هيك حركة، بأنه فعليا أجرى تبديلات، وهاي التبديلات شفنا إلها نتيجة على أرضية الملعب. أنا بشوف برضو أنه كارلو أنشيلوتي ما كان فعال بطريقة ممتازة، ما تعامل مع نجومية اللاعبين بطريقة جيدة، وما كان حازم في أنه أجرى بعض التبديلات، اتأخر في تبديلاته. قراءته برضو لطريقة اللعب بالنسبة لنادي ريال مدريد كانت سيئة. شفنا نادي ريال مدريد قاعد بيعتمد تقريبا في آخر 3 ساعة من المباراة على بعض الكرات العرضية. طيب مين في عندك في منطقة الجزاء قادر على التسجيل بالرأس، إذا ما استثنينا مثلا بيلينغهام اللي بالأساس ما كانش بيومه، فينيسيوس لا يجيد اللعب بالرأس، كيليان امبابي كذلك الأمر، ورودريجو كذلك الأمر، واللاعبين قصار القامة، يعني ما راح فعليا يقدروا يسجلوا هدف بالرأس. فأنا بشوف برضو أنه أنت تلعب على كرات عرضية في آخر 3 ساعة في ظل عدم وجود رأس حربة صريح عندك، هذا بصراحة يعتبر عيب من عيوب لعب نادي ريال مدريد أثناء الشوط الثاني. عدا عن ذلك أنا بشوف أنه إصرار كارلو أنشيلوتي أنه تشاوميني يكون كلاعب قلب دفاع أكثر إشي ممكن يضر نادي ريال مدريد. حتى أنت لو ما قدرتش تسجل هدف، لكن في حال وجود تشاوميني كقلب دفاع فأنت ممكن تستقبل هدف في أي لحظة. عندك اللاعب أسينسيو، استخدمه، اللاعب أثبت كفاءته وأثبت جدارته في أكثر من مباراة، ومع ذلك كارلو أنشيلوتي خلال الموسم الحالي قاعد بيثبت للجميع أنه هو خرفا وما ظل إشي عنده قدمه لنادي ريال مدريد. أنا دافعت عن كارلو أنشيلوتي بما فيه الكفاية، لكن اللي صار أمام نادي إسبانيول بصراحة بكون أنا مجنون ومخرفن إذا بدي أدافع عن كارلو أنشيلوتي وعن طريقة إدارته للمباراة. ريال مدريد كان أمامه فرصة في أنه يهرب بالصدارة. حاليا ريال مدريد الأسبوع القادم ممكن يخسر صدارة الليغا. برضو هذا الحكي كله ممكن ينعكس على مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري الأبطال. الأسبوع القادم ممكن جماهير نادي ريال مدريد يصيبها جلطة رسمي بسبب كارلو أنشيلوتي، وأيضا عدم قدرته على إدارة المباريات بطريقة صحيحة خلال الموسم الحالي.
احنا دافعنا عن تاريخ كارلو أنشيلوتي، دافعنا عن بطولات كارلو أنشيلوتي، لكن ما توصل الامور انه يصير كارلو أنشيلوتي هو الراعي الرسمي لجلطات مشجعين نادي ريال مدريد. انا بشوف انه مشاكل نادي ريال مدريد صارت كثيرة، مش بس على مستوى خط الدفاع. احنا المشاكل الدفاعية بنعرفها وبنعرفها كويس، لكن انا بشوف انه نادي ريال مدريد برضه اي فريق بواجهه بيكون عنده تكتل دفاعي وبيلعب بطريقة دفاعية جيدة، خط وسط نادي ريال مدريد بصير عاجز عن صناعة اللعب. بتحس ان الفريق مش قادر يصنع هجمة صحيحة، مش قادر يوصل للمرمى بطريقة صحيحة، الفرص بتكون قليلة جدا. انا بشوف انه في بعض الكرات لو يكون فيها تعاون اكثر نادي ريال مدريد بيكون من السهل انه يسجل هدف، لكن فينيسيوس بيكون عنده فردية عالية، برضه في بعض اللقطات لو رودريجو في فردية، كيليان امبابي كذلك الامر. فمشاكلنا ما أصبحت بس دفاعية، لا، مشاكل على مستوى خط الوسط، مشاكل على مستوى برضو خط الهجوم. وعندنا مدرب في هذا الموسم بالذات لا يجيد قراءة المباريات ولا يجيد إدارة المباريات. عشان هيك ما تستغرب اللي قاعد بصير مع نادي ريال مدريد. وبرجع بأكد لك، لا تستغرب إذا يوم الأربعاء طلعت من كأس الملك أمام ليغانيز، لأنه ليغانيز فريق قوي جدا ومنظم، ويوم السبت فقدت الصدارة أمام نادي أتلتيكو مدريد على مستوى الدوري. هذا الموضوع صار وارد جدا في ظل الأشياء اللي قاعدين بنشوفها من نادي ريال مدريد وتعامل كارلو أنشيلوتي مع المباريات. وبرضه ما تستغرب يوم الثلاثاء القادم إنك تخسر أمام نادي مانشستر سيتي في دوري الأبطال. فبالتالي أنا بشوف المشكلة الكبيرة اللي بيواجهها حاليا نادي ريال مدريد اللي هي عدم قدرة كارلو أنشيلوتي على إدارة المباريات. وبهيك بتكون خلصت حلقتنا. ما تنسى اللايك الناري للفيديو والاشتراك بالقناة ليوصلك كل جديد. فشو سلام.